مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو نسلط الضوء على جانب مهم من حياة واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، الفنانة الراحلة سمية الألفي، والدة الفنان أحمد الفيشاوي. ونتوقف عند سؤال يتكرر كثيرا لدى الجمهور: كم مرة تزوجت سمية الألفي؟ ومن هم أبرز أزواجها؟ لم تكن سمية الألفي مجرد ممثلة جميلة الحضور، بل كانت شخصية فنية وإنسانية عاشت تجارب حياتية متعددة، كان لها أثر واضح على مسيرتها وعلى حياتها العائلية. تزوجت الفنانة سمية الألفي 4 مرات، وكانت أشهر زيجاتها من الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي. وتعد هذه الزيجة الأهم في حياتها، ليس فقط لأنها كانت حديث الوسط الفني لسنوات، بل لأنها أنجبت منها نجليها، أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي. ورغم قصة الحب التي جمعتهما، انتهى هذا الزواج بالانفصال بعد فترة، وبقيت العلاقة بينهما محل اهتمام إعلامي طويل. بعد انفصالها عن فاروق الفيشاوي، تزوجت سمية الألفي من المغني المصري مدحت صالح. واستمر هذا الزواج قرابة 2 عام فقط، وكان مدحت صالح يصغرها بحوالي 7 أعوام. ورغم الانسجام الفني الذي رآه البعض بينهما، إلا أن الزواج لم يكتب له الاستمرار، وانتهى بهدوء. ثم خاضت تجربة زواج ثالثة مع الملحن المصري مودي الإمامي، وهي علاقة ابتعدت نسبياً عن الأضواء، ولم تستمر أيضاً لفترة طويلة، حيث فضل الطرفان الانفصال دون ضجيج إعلامي. أما زواجها الرابع والأخير، فكان من المخرج المصري جمال عبد الحميد، أحد الأسماء المعروفة في الإخراج التلفزيوني. وجاء هذا الزواج في مرحلة أكثر نضجاً من حياتها، حيث كانت سمية الألفي قد ابتعدت تدريجياً عن الساحة الفنية، وركزت أكثر على حياتها الخاصة. من الناحية الدينية، كانت الفنانة سمية الألفي تعتنق الديانة الإسلامية، وعرفت بهدوئها ورصانتها في سنواتها الأخيرة. وفي 20 من ديسمبر 2025 رحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا، تاركة خلفها تاريخاً فنياً وإنسانياً، وتجربة حياة مليئة بالنجاحات والتحديات، لتبقى سيرتها محل اهتمام جمهورها ومحبيها. إذا أعجبكم هذا المحتوى، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.